ده اهم فيديو لتالتة اعدادي، فاتمنى تركزوا معايا قوي 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 عشان هقول لكم ازاي تلموا منهج تالتة اعدادي كله في 3 ايام بس. واتمنى بجد توصلوا الفيديو ده لكل تالتة اعدادي، وكل حد تعرفوه في تالتة اعدادي ابعتوا له الفيديو ده عشان بجد مهم جدا، والكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده اهم بجد، فركزوا في كل كلمه انا هقولها. وحقيقي انا بصور لكم الفيديو ده في اصعب اوقات حياتي، الحمد لله تعبانه وغير كده في نص امتحاناتي، بس انا عشان عارفه ان امتحاناتكم فاضل عليها 10 ايام فبحاول اساعدكم على قد ما اقدر. فابعتوا الفيديو ده لكل تالتة اعدادي، ومش محتاجه اقول لكم تعملوا بقى لايك وشير وسبسكرايب وكومنتس، واي سؤال عندكم اكتبوا لي في الكومنتس وانا على قد ما بقدر برد على كل الكومنتس الحمد لله. نبدا بقى في المهم، وهو ازاي تلموا منهج تالتة اعدادي في 3 ايام بس. وانا مش بقول اي كلام بس عشان اشدكم وعشان تخشوا الفيديو والكلام ده، انا بجد هقول لكم التقسيمه الصح اللي تمشوا عليها عشان تقفلوا منهج تالتة اعدادي بالكامل في 3 ايام بس. وعامه انا مش بقول لكم اي كلام كده وخلاص، ده جدول متجرب وعن تجربه، وانا مش بقول لكم فعلا اي كلام وخلاص. يعني انا جايبه مجموع عالي في ثالثه اعدادي الحمد لله، وانا مش هقول لكم ايه المجموع، بس انتوا خمنوا في الكومنتس، واللي هيقول المجموع صح هعمل له لايك على الكومنت. فتعالوا بقى اقول لكم الجدول اللي انتوا هتمشوا عليه لمده 3 ايام عشان تقفلوا منهج ثالثه اعدادي كله. بس قبل ما اوريكم الجدول في كام نقطه محتاجين نظبطها ومحتاجين نثبت عليها عشان ايه ما نتكلمش عنها كتير، وهي تظبيط وقتكم. بس مش معنى ان انت تظبط وقتك ان انت تيجي على حساب نومك. حضرتك انت لو ظبطت وقتك ووفرت وقت على حساب النوم، انت ولا هتفهم ولا هتركز ولا هتثبت معلومات، ولا كل اللي انت بتذاكره ده حرفيا ملوش اي ستين لازمه. فاللي انا اقصده بتظبيط وقتك هو تظبيط يومك ونومك، وازاي تستغل كل ثانيه في يومك. واحنا حرفيا في الوقت ده بنلعب في وقت البدل الضايع، فبجد كل ثانيه في يومك مهمه جدا. فاول حاجه هنعملها ان انت هتنام بدري وهتصحى بدري، يعني مثلا هتنام الساعه 10 بالليل هتصحى الساعه 6 الصبح، وبجد هتلاحظ قد ايه في بركه في الوقت وبركه في اليوم، وهتلاحظ قد ايه انت مركز اول ما تصحى. وعامه حوار الصحيان بدري وان انت تذاكر الصبح دوت هيفيدك عشان الامتحان اصلا بيكون بدري، فدوت هيساعد ان اصلا مخك يكون مركز الصبح. لكن لو انت متعود تذاكر بالليل وتركز بالليل، صدقني وقت الامتحان لا قدر الله انت مخك ده هيكون مقفول الصبح. فاحنا لازم نتعود قبل الامتحانات ان احنا نركز بدري ونذاكر بدري عشان دوت ينشط مخك ويخليه يتعود ان هو يبقى مصحصح الصبح بدري. ودي كده تكون اول نقطه احنا اتفقنا عليها، وهي النوم بدري والصحيان بدري. تاني نقطه هكلمكم عنها وهي ان انتوا محتاجين تنعزلوا ال10 ايام دول. صدقوني صدقوني بلاش تضييع وقت، بلاش نزول مع صحابكم ملوش لازمه الفتره دي، بلاش تروحوا مراجعات تقعدوا بيها بال4 ساعات بره، فبلاش تضييع وقت. صدقوني انتوا بحاجه كل ثانيه في الوقت ده. خلاص تمام، احنا كده اتفقنا على النقطتين دول، مش هنرجع لهم تاني ولا هنتكلم فيهم كتير. معلش تعالى على نفسك الاسبوعين دول لغايه لما تخلص امتحاناتك، وبعد كده ارتاح براحتك والعب براحتك وهيص براحتك. طيب نيجي بقى للجدول، واول سؤال هرد عليه وهو مهم لينا كلنا كطلبه عامه، وهو انا هذاكر قد ايه في اليوم يا اوزا. مش هقول لك 10 ساعات ولا هقول لك 8 ساعات عشان انا عارفه ان مخك مش هيستوعب ال10 ساعات او ال8 ساعات ده عامه في سنك، وفي دراسات معموله ان انت مخك فعلا مش هيستوعب ان انت تذاكر 8 ساعات او 10 ساعات. فما تسمعش اي حد يقول لك لا ذاكر 10 ساعات وتعالى نفسك ذاكر 24 ساعه في 24 ساعه. مفيش حد هيعمل كده، ومفيش حد هيركز ال 24 ساعه في ال 24 ساعه. فانا كبني ادمه طبيعيه وعارفه قدرات الناس اللي قدامي هقول لك ذاكر من 5 ل 6 ساعات بالكتير قوي، ويمكن اقل كمان. ممكن اقول لك في اليوم ذاكر 3 ساعات بس مش معنى ان انا بقول لك ذاكر وقت قليل ان انت ما تستغلش كل ثانيه في الوقت دوت وتستفيد بكل ثانيه. ما تقعدش بقى تقعد تلعب في الورق ولا تقعد تكتب وتشخبط ولا ما تركزش اصلا مع المدرس ولا تجري المدرس على مفيش حد بيعمل كده، ومفيش حد بيركز لما بيعمل مدرس 2. فانا بقول لك من موقعي هذا ما تجريش المدرس او المدرسه بتوعك، لا احنا مش هنعمل كده، احنا هنذاكر وقت قليل بس هنستفيد بكل ثانيه في الوقت ده. طيب زي ما قلت لكم انا عامله لكم خطتين او جدولين تمشوا عليهم لغايه الامتحان. الخطه الاولى 5 ايام والخطه الثانيه 3 ايام، فانا هبدا بالخطه الاولى اللي هي 5 ايام عشان الاغلبيه هيمشوا على الخطه دي، فانا همشي بالخطه الاولى، واحنا ماشيين كده هقول لكم الخطه الثانيه اللي هي 3 ايام ازاي تظبطوها. طيب زي ما قلت لكم هنبدا بالخطه الاولى اللي هي 5 ايام واللي هي عباره عن 5 مواد في 5 ايام، يعني بديهيا كل يوم ماده. بديهيا اظن معلومه معروفه يعني مش محتاجه اتكلم كتير، فركزوا معايا. طيب نبدا بقى باول يوم في الخطه بتاعتنا اللي هي ال5 ايام. هنبدا اكيد بماده العربي عشان انت صدقني اول ما تخلص العربي هتحس ان في حمل اتشامل على ظهرك. احنا هنبدا بالعربي، والعربي يعني النحو، يعني انت لو خلصت النحو اكنك خلصت العربي. طيب احنا زي ما اتفقنا انت هتكون صاحي بدري، واول ما تصحى هتصلي الفجر، وبعد كده هتعمل اي حاجه تشربها انت بتحبها، وتقعد على مكان يكون صالح للمذاكره عشان تعرف تذاكر وانت مركز وتستوعب المعلومات. زي ما اتفقنا هتبدا اول حاجه بالنحو، وانا المراجعات اللي انا هقولها لكم دي انا مش هرشح مدرس معين ولا هقول لكم تشتروا مراجعات مثلا اونلاين او تنزلوا تذاكروا في الشارع او تروحوا سناتر عامه يعني، لا احنا هنراجع كل حاجه من على اليوتيوب، يعني كل حاجه فور فري. ومش هرشح مدرس معين عشان انت ممكن ما تفهمش من المدرس ده او انت ممكن ما تفهميش من المدرس ده، فانا مش هرشح مدرس معين، بس انا جايبه لكم يعني الوقت اللي ممكن تذاكروا فيه علشان انا عملت سيرش على كل المواد بتاعه ثالثه اعدادي وشفت المدرسين بيشرحوا في وقت قد ايه، تقريبا كلها بتبقى متقاربه من بعضها. فانا هقول لكم على مختصر الوقت اللي ممكن تذاكروا فيه الجزء ده او الماده دي عشان ايه يعني تظبطوا وقتكم. لكن زي ما قلت لكم انا مش هرشح لكم حد معين، تقدروا تتفرجوا على المدرس او المدرسه اللي انتوا بتفهموا منها وبتستوعبوا عامه من الشرح بتاعهم. طيب نبدا
هنبدا باول حاجه زي ما قلت لكم، وهي النحو. لقيت مدرسين كتيره قوي ما شاء الله عليهم شارحين النحو بتاع ثالثه اعدادي كله في نص ساعه بس، واكتر حد شرحه في ساعه، فاحنا هنسيب وقت للنحو ساعه تكون مخلصه ومشطبه. طبعا مش محتاجه اقول لك وانت بتسمع شرح اي حاجه هيكون معاك ورقه سكاب كده بيضه تكون بتلخص كل كلمه ورا المدرس بتاعك او المدرسه بتاعتك، تكون بتلخص كل كلمه، عشان دوت هيكون المرجع ليك، مش الفيديو اللي هيكون مرجع ليك. لا، انت مش هترجع للفيديو تاني خلاص، انت اي حاجه هتعطل معاك هترجع للورقه اللي انت كاتبها بايدك، وصدقني دوت بيساعد ان انت تحفظ المعلومه اسرع وما تطلعش من دماغك خالص. ده كده بالنسبه للنحو. وانت المفروض لما تخلص النحو يكون معاك التلخيص بتاعك، دوت هيكون المرجع ليك زي خرائط ذهنيه كده، اي حاجه تعطل معاك هترجع للورقه اللي انت كنت كاتبها بايديك. طيب يا اوزه، بقيه اليوم بقى هعمل ايه؟ او بقيه الخمس ساعات هعمل ايه؟ هتاخد بقيه فروع كل العربي اللي فاضل، هتاخد بقى القراءه، نصوص، تعبير، كل حاجه ناقصه هتاخدها وهتقعد تذاكرها على مدار اليوم. في حاجه نسيت اقولها، ما بين كل فرع انت بتذاكره في العربي، يعني مثلا خلصت النحو هتاخد راحه نص ساعه كمكافاه ليك وترجع تكمل في الفرع التاني. صدقني انت لو اخدت راحه اكتر من كده بجد هترجع مش قادر، واللي هو انا زهقت مش عايز اذاكر وخلاص انا تعبت. ما تعملش كده، هي راحه بالكتير ربع ساعه نص ساعه مش اكتر من كده. وطبعا مش محتاجه اقول لك ان انت هتحفظ النصوص كويس قوي، انت ما عندكش مجال ان انت ما تحفظش النصوص. صدقني لازم تحفظها لازم تحفظها لازم تحفظها، فدي حاجه احنا متفقين عليها، لازم تحفظ النصوص كويس قوي قوي قوي، عشان صدقني كل كلمه في النص انت لازم تكون حافظها. فانت لو عايز تخلي العربي على يومين، عشان لو مش عارف تحفظ في يوم واحد مفيش مشكله ان انت تخلي العربي على يومين، وساعتها هنخلي الخطه بتاعتنا على 6 ايام بس، تكون مخلص العربي ومشطبه وحافظه مفيش كلمه ناسيها. ومعلش انا زي ما قلت لكم احنا حاليا بنلعب في وقت البدل الضايع، فمعلش هتيجوا على نفسكم وهتتعبوا شويه، بس صدقوني ان شاء الله ان شاء الله لما ربنا يكبر بخاطركم وقت النتيجه ويفرحكم ويفرح اهاليكم انت هتنسى كل التعب ده. طيب ده كده بالنسبه لاول يوم او لاول ماده وهي العربي. كده نكون خلصنا العربي كله في يوم واحد، وزي ما قلت لك هتقسم الخمس ساعات او 6 ساعات مذاكره مش اكتر من كده على مدار اليوم. وزي ما قلت لك ما بين كل فرع هتذاكره هتاخد راحه نص ساعه مش اكتر من كده، ويا ريت اقل كمان، يعني اللي هو يا دوبك تروح تاكل وتصلي وترجع تكمل تاني، عشان ما تكونش راجع طهقان وزهقان ومش قادر تذاكر وخلاص عاوز تنام، عشان يكون في بركه في اليوم وتستغل الوقت صح. صدقني كده هتخلص مذاكره بدري وهتقعد بقى بقيه اليوم اعمل اللي انت عاوزه. وبرده زي ما اتفقنا ما قدرتش تخلص العربي في يوم واحد هتخلصه في يومين، وهتذاكر في اول يوم 6 ساعات تاني يوم 6 ساعات، بس تكون حافظ النصوص وما تسيبش فيها كلمه، واي حاجه محتاجه حفظ محتاج تحفظها مليون في المية، عشان صدقني اي حاجه بيكون فيها حفظ المدرس او الموجه او اللي بيحط الامتحان العربي عامه بيكون عارف ان الحته دي فيها حفظ، فهو هيجيبها لك، يعني خليك متاكد ان هو هيجيبها لك. اخر حاجه هقولها بالنسبه للعربي وبالنسبه لاي ماده عامه او اي حاجه هتذاكرها، وهي ان انت لازم تحل بعد ما تخلص اللي انت ذاكرته. يعني انت خلاص خلصت الماده خلصت المنهج وحفظت وخلاص خلصت، ما تقوليش انا كده بقى خلاص كده ادخل بقى على الماده اللي جايه، لا لازم تحل لازم تحل لازم تحل. والاحسن ان انت تحل امتحانات عشان تشوف مستواك، انت بتحل صح بتحل غلط، الغلط اكتر من الصح دي تبقى كارثه، يبقى انت مكروت المراجعه، يبقى انت مش مركز، يبقى انت كنت بصراحه يعني بتعمل اي كلام، واللي انت عملته ده كله هتضطر تعيده تاني. فليه يعني بجد ليه؟ انت تركز في المراجعه احسن اللي انت بتسمعها وما تجريهاش، خليك مركز في كل كلمه المدرس بتاعك او المدرسه بتاعتك بيقولها، عشان حرام ما تضيعش وقتك على الفاضي وترجع تعيد كل ده تاني. فانت حاول بقدر الامكان تركز في كل كلمه المدرس بتاعك بيقولها، وزي ما قلت لك تلخص كل كلمه عشان لما تيجي تحل ان شاء الله ما يقفش قدامك حاجه. نيجي بقى لتاني يوم او لتاني ماده وهي الماس او الرياضه. وهنا بقى عندنا الرياضه متقسمه لجزئين، هندسه وجبر. نيجي اول حاجه للهندسه، عملت سيرش على اليوتيوب وشفت مدرسين كتير قوي ما شاء الله عليهم شارحين الهندسه، مفيش حد معدي الساعتين، في ناس شارحه في ساعه ونص، في ناس شارحه في ساعه، في ناس شارحه في اقل، وحرفيا شارحين وحالين مسائل بالتفاصيل وبالقوانين. بعد ما تخلص الهندسه وتحل عليها وتحل مسائل كتير، ارجوك حل كتير، مفيش حاجه هتثبت الرياضه وهتخليك كويس فيها غير ان انت تحل كتير. بجد لازم تحل كتير لازم تحل كتير لازم تحل كتير، وتشوف وتقارن الحل بتاعك بحل المدرس بتاعك. يعني انت هتحل المساله قبل ما المدرس بتاعك يقول الحل، وتشوف انت بتحل صح، طب بحل غلط ليه، طب المساله دي غلطت فيها ليه، المساله دي معصلجه معايا، يبقى تحل كذا مره عليها لغايه لما تثبت معاك المعلومه ويثبت معاك القانون وتعرف ازاي تحلها. نيجي بقى للجبر، وده حرفيا مدرسين كتير قوي ما شاء الله مخلصينه في نص ساعه و45 دقيقه او ساعه بالكتير قوي بيكونوا شارحين وحالين الجبر كله. فيعني انت عاوز احسن من كده ان انت تخلص الرياضه كلها في 3 ساعات او 4 ساعات بالكتير بالحل، لو انت قعدت بقى حليت مسائل كتير، ودوت اللي لازم يحصل عشان تثبت القوانين في دماغك. وعامه لازم تكتب كل قوانين الماده في ورقه خارجيه وتحفظهم كلهم، حرفيا لازم تحفظهم صم، يعني ما عندكش اوبشن تاني غير ان انت تحفظهم صم عشان تعرف تحل. وعامه كل قوانين الماده لازم تكتبها في ورقه خارجيه سواء للهندسه او للجبر، لازم تقعد تحفظهم صم عشان تعرف تحل. هي الرياضه عباره عن قوانين، لو حفظتها وثبتها انت خلاص عرفت تحل الرياضه. خلصنا اول يوم العربي وخلصنا تاني يوم الرياضه. نيجي بقى لثالث يوم وهو الانجليش. عملت السيرش بتاعي على اليوتيوب كالعاده وشفت مدرسين كتير قوي شرح الجرامر كله في ساعتين بالكتير، في ناس شرحها في ساعه ونص، ناس شرحها في ساعه 35 دقيقه، فيعني انت هتكون مخلص الجرامر كله تقريبا في ساعتين بالكتير. وطبعا هيكون معانا ورقه فاضيه هنكتب فيها اهم النقط واهم القواعد. فالمفروض انت تكون مخلص الانجليش في 3-4 ساعات بالكتير قوي، بس ما تجريش الفيديو ما تجريش الفيديو لاي ماده عامه. انت لو كنت مراقب اي ماده او اي دروس او اي وحدات انت لازم تسمع كل كلمه على الصوت الطبيعي، ما تجريش اللي هو
مفيش حد بيعمل كده ومحدش هيفهم ولا مخك هيستوعب. يعني راعي مخك، راعي ان هو مخ بني ادم لازم يسمع الكلام كويس ويستوعبه عشان يخش دماغك. فاحنا خلاص اتفقنا مش هتجري اي فيديو لاي مدرس، ارجوكم ما تجروش عشان تستوعبوا الكلام ويدخل دماغكم يكون سامعينه صح عامه. فزي ما قلت لكم المفروض تكونوا مخلصين الانجليش في حوالي 3-4 ساعات. لما تخلصوا الشرح كامل يكونوا خلاص كده مشطبين الانجليش، تقعدوا بقى تحلوا امتحانات. لازم تشوفوا انتوا بتحلوا صح، تحلوا غلط، الكلام اللي انتوا بتكتبوه لازم يكون صح عشان انت بتتحاسب على السبيلنج بتاعك. فانت لازم تكون متاكد ان انت بتكتب صح، عشان لو انت بتكتب غلط يبقى انت محتاج تقعد تحفظ لي حصيله كلمات. ومعلش قسمهم على 10 ايام لغايه الامتحان، كل يوم بتاخد مثلا 30 كلمه مع الماده اللي انت بتذاكرها وتقعد تحفظ لي كلمات بس. وكده نكون خلصنا اليوم الثالث وخلصنا الانجليش وشطبناه، مش هنرجع له تاني غير ليله الامتحان. بس زي ما قلت لك لو انت معكش حصيله كلمات لازم تقعد تحفظ لي حصيله كلمات لغايه يوم الامتحان تكون بتحفظ كلمات. نيجي بقى لليوم الرابع وهي ماده الساينس او العلوم. العلوم اعتقد ان هو 3 وحدات، معرفش بقى هو بقى اكتر ولا ايه، بس اعتقد ان المنهج ما اتغيرش، هما 3 وحدات. وانا لما عملت سيرش طلع لي 3 وحدات، فلو اكتر من كده ماليش دعوه. فيعني اعذروا جهلي لو طلع فيه وحدات اكتر، بس اعتقد ان هما 3 وحدات ان شاء الله، عشان لما عملت سيرش ما طلعليش اكتر من 3 وحدات. بس انا عايزه اقول لكم ان انتوا هتخلصوا العلوم كامل في 3 ساعات. يعني انتوا عاوزين اكتر من كده ايه عشان تقفلوا ماده العلوم؟ هتخلصوا المنهج كامل في 3 ساعات. فقولوا لو حليتوا عليها امتحانين كل امتحان ساعه هتخلصوا العلوم كامل في 5 ساعات ويمكن اقل كمان. وزي ما قلت لكم لو عملتوا سيرش على اليوتيوب هيطلع لكم مدرسين كتير قوي شرحوا كل وحده في ساعه ويمكن اقل. في مدرسين شرحوا الوحده الاولى مثلا في ساعه الا ربع. فيعني انتوا هتخلصوا العلوم في اقل من 3 ساعات كمان. وخلاص زي ما اتفقنا قبل كده كل ما تخلص وحده هتريح حوالي من ربع ساعه لنص ساعه، وبعد كده هتخش على الوحده اللي بعد كده لغايه لما تخلص المنهج كله. بعد ما تخلص المنهج كله هتريح نص ساعه وبعد كده تقعد تحل امتحانات. نيجي بقى لاخر يوم، اليوم الخامس، ماده الدراسات. وانا مش فاهمه ليه انتوا متعقدين من ماده الدراسات، ولما بتسمعوا ماده الدراسات بيركبوا 100 عفريت، مع ان ماده الدراسات بجد حلوه قوي وسهل جدا ان انتوا تقفلوها وتلموا بيها درجات ل 140 درجه. الدراسات بجد لذيذه وسهله ومش صعبه بجد لو فهمتوها صح وركزتوا في كل كلمه المدرس بتاعكم بيقولها، فهمتوها حليتوا عليها كتير، حلوا كتير على الدراسات، صدقوني هتقفلوها ان شاء الله. صدقوني والله هي ماده لذيذه ومشروحه في ساعه، لما المنهج كله في مدرسين كتير قوي ملخصاها في ساعه ونص بالكتير قوي، مع ان في مدرسين برده شرحوها في ساعه، المنهج كله شارحينه. فيعني انت هتخلص منهج الدراسات بالكامل في ساعه، ساعه ونص بالكتير قوي. وطبعا مش محتاجه اكد عليكم تاني، هيكون معاكم ورقه فاضيه هتكتبوا التلخيص ورا المدرس بتاعكم. التلخيص بيكون صفحه او صفحتين بالكتير، علشان الورق ده هيكون زي مراجع ذهنيه ليكم. اي حاجه هتعطل معاكم هترجعوا للورق ده، مش هترجعوا للفيديو، عشان انتوا مش هتقعدوا تعيدوا كل الفيديو تاني عشان الحته اللي واقفه معاك. طيب خلصنا دراسات ولخصناها، هتقعد بقى تحلي امتحانات كتير وتقعد تشوف وتقارن حلك بحل المدرس بتاعك. في مدرسين كتير قوي حالين نماذج كتير سواء على كل المواد، مش قصدي دراسات بس، حالين نماذج كتيره قوي بتقارن حلك وحل المدرس بتاعك. لو انت الورق ده مثلا مش معاك اللي المدرس بيحل معاه، خده سكرين شوت وانزل اطبعه من المكتبه. لازم يكون معاك ورق تحل منه عشان تشوف حلك وحل المدرس انت بتحل صح ولا غلط. طيب ده بالنسبه للجدول الاول او الخطه الاولى اللي هي 5 ايام عشان تلموا منهج ثالثه اعدادي كامل. بس انت لو عايز تخلص المنهج في وقت بدري اكتر اللي هم ال3 ايام، هتاخد الدراسات مع العلوم او العلوم مع الدراسات، يعني مش فارقه، تاخدهم في يوم واحد. بس على الاقل تاخد لي راحه ما بين المادتين ساعتين على الاقل عشان تفصل والمواد ما تخشش في بعض. فممكن تنام الساعتين دول، او لو نازل تجيب اي حاجه انزل افصل كده شويه، او يعني عامه الساعتين دول بتوعك اعمل فيهم اللي انت عاوزه، ريح فيهم بس على الاقل كده عشان ايه المواد ما تخشش في بعض. طيب احنا كده خلينا الخطه بتاعتنا 4 ايام عشان نخليها 3 ايام هنضم الرياضه مع الانجليش. وانا عارفه ان هو كومبو صعب، يعني قولوا مثلا هتخلصوا الرياضه في 4-5 ساعات وهتخلصوا الانجليش في برده حوالي 3-4 ساعات. فمعلش هتمشي بنفس الخطه اللي احنا عملناها للعلوم والدراسات، فهتاخد راحه ما بينهم ساعتين على الاقل عشان المواد ما تخشش في بعض وتحس ان انت تعبان. لا لازم تفصل في النص. وارجوكم ارجوكم ارجوكم ما تضموش اي حاجه مع العربي، عشان العربي اصلا مش محتاج تضموا معاه حاجه، هو لوحده كفايه وفي فروع كتيره وهو اصلا كبير. ولو مش هتعرفوا تلموه في يوم واحد زي ما قلت لكم خلوه على يومين، فما تضموش معاه حاجه لان العربي اصلا محتاج حفظ ومحتاج شغل كتير. وبس كده كنت قلت لكم على الخطه ال5 ايام و3 ايام عشان تلموا منهج ثالثه اعدادي بالكامل. وصدقوني انتوا لو مشيتوا على الجدول صح واستغليتوا كل ثانيه فيه، والله 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 مش تنسوا ولا كلمه انتوا ذاكرتوها، عشان انتوا بتذاكروا وبتسمعوا الشرح وبتلخصوا بايديكم وبتحلوا بايديكم، فبالتالي مستحيل تنسوا كل كلمه انتوا بتكتبوها بايديكم وبتحلوا عليها. ان شاء الله ان شاء الله عمركم ما هتنسوها. وباكد عليكم لمره مليون، اهم حاجه الحل الكتير يا جماعه، بجد لازم تحلوا، ما ينفعش تذاكروا او تلخصوا من غير ما تحلوا. صدقوني اهم حاجه عشان تثبتوا كل اللي انتوا بتعملوه ان انتوا تحلوا كتير وتشوفوا حلكم صح ولا غلط. لو لا قدر الله لقيتوا ان الحل غلط اكتر من الصح، يبقى انتوا كده المراجعه بتاعتكم فيها حاجه غلط ومحتاجين تعيدوا المراجعه تاني. وبس بالجدول والخطه اللي انا عملتها لكم دي انتوا ان شاء الله تخلصوا المنهج كامل في 3 ايام او 5 ايام او 6 ايام بالكتير قوي. وبكده هيكون معاكم حوالي 4 ايام او 5 ايام قبل امتحانات ثالثه اعدادي، وفي الوقت ده تقدروا تحلوا امتحانات على كل المواد. بس خلوا اخر يومين قبل العربي تركزوا على العربي بس، تحلوا امتحانات كتيره قوي على العربي، تركزوا على التعبير، تركزوا في كل حاجه في امتحان العربي وتحلوا نماذج كتير قوي. في مدرسين كتير قوي منزله لكم نماذج لكل المواد فتقدروا تشوفوا النماذج
النماذج دي وتحلوا معاها، بس اطبعوها الاول وحلوا بالورق بايديكم عشان يبقى معاكم نموذج مشابه للامتحان عشان ما تتخضوش اول ما تخشوا الامتحان. وبس اخر حاجه عاوزه اقولها لكم ان ثالثه اعدادي زيها زي اي سنه، هي مش نهايه العالم ولا نهايه الكوكب، هي بس هتحدد مستواكم، هتحدد انتوا تخشوا ثانوي ولا تمريض ولا صناعه ولا هتخشوا ايه بالظبط. وصدقوني كله خير ليكم، انتوا اتاكدوا ان انتوا عملتوا اللي عليكم حتى لو ما كنتوش بادئين من اول السنه، ان انتوا يعني تستغلوا اخر فرصه ربنا مديها لكم وتتعبوا فيها على قد ما تقدروا وتفهموا نفسكم. صدقوني ربنا هيديكم على قد تعبكم وتعب اهاليكم، وهيديكم على قد نيتكم وعلى قد ان انتوا فعلا كنتوا عاوزين تستغلوا الفرصه دي على قد ما تقدروا، وان انتوا كنتوا نفسكم تبداوا من اول السنه بس حصل لكم ظرف او حصل لكم مشكله او حصل لكم اي حاجه، فانتوا بتطلبوا من ربنا ان هو يفرحكم ويفرح اهاليكم ويكبر بخاطركم على قد ما انتوا تعبتوا في الفرصه دي، وان انتوا بجد ندمانين ان انتوا بداتوش من اول السنه. فانتوا ادعوا من ربنا وخليكم قريبين من ربنا على قد ما تقدروا، دي اهم حاجه في حياتكم بعيده عن الدراسه وبعيده عن اي حاجه، خليكم قريبين من ربنا عشان دي اهم حاجه في حياتنا. وصدقوني انا واثقه في ربنا وعارفه ان هو ان شاء الله هيكبر بخاطركم وهيفرح اهاليكم على قد تعبكم وتعب اهاليكم معاكم. وبس لو عوزتوا اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وانا بحاول على قد ما بقدر برد على كل الاسئله، فاكتبوا لي في الكومنتس لو عوزتوا اي حاجه. بس كده ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتس وتوصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من ثالثه اعدادي. لو تعرفوا اي حد من صحابكم من عيلتكم تبعتوا له الفيديو ده عشان هو بجد مهم جدا زي ما شفتوا، فاتمنى تبعتوا لهم الفيديو ده عشان هو بجد مهم جدا. بس كده بحبكم قوي، باي.